الله يسعدك استاذ محمد. طب وانت تقولي ايه بقى يا احلام لاستاذنا الكبير؟ والله هو صوته انا اعتبره خليط كل الالات الحلوه الجميله. حقيقه صوت الاستاذ محمد عبده اوركسترا كامله متكامله عن جد من الالات. والله مش عشان هو على الخط، هو يعرف غلاطه عندي كلنا، بس يعني شهادتي فيه مجروحه. يعني تعليق على موضوع ايوه الشباب، هي تعليق شويه على موضوع الاصوات الجديده والاتهام اللي بيرافقها من العروض. اتفضل. اعتقد انه مبالغ فيه شويه. لانه اكيد اي فنان جديد بيبقى حاطط امام نصب عينيه حكايه انه تواضع للناس وامام الجمهور يبقى متواضع لهم ويعرف انه الغرور مقبره الفنان. صحيح. فلذلك يعني مبالغ في القول بانهم مغرورين الى حد. يمكن في فتره زمنيه من الفترات بيبقى الواحد معتد شويه بنفسه، ولكن هذا ما بيبقاش يعني اسمه غرور بقدر ما هو اعتداد بالنفس يعني. بس انت طول عمرك متواضع وشديد التواضع، وانا اعرف كل القمم العربيه بيتميزوا فعلا بان هم عندهم نوع من الخجل ومن التواضع وبيتعاملوا مع الناس. يعني انا كنت بتكلم بحضر وبذاكر، طبعا بعمل دلوقتي رساله في محمد عبده عشان منتظره لقاء الاستاذ محمد، كل اللي قراه عنك انه شديد التواضع في حياته العاديه مع الناس. ده حقيقي. الله يعيني على فكره. يعني حتى نحن ما سلمنا من الاتهامات هذه. يعني احنا اول ما بدانا برضه كده يعني رافقتنا تهمه الغرور. لا. ولكن يجب يكون عند الفنان خصوصا الفنان الناجح يكون عنده حصانه ضد الاتهامات هذه. استاذ محمد، انت عارف انه انا حتى على رنة التليفون بتاعتي الاماكن، يعني بعترف لك على العالم كله اهو ان رنة التليفون بتاعتي هي محمد عبده. عجبتك الاماكن كلها محتاجه لك يا هلا. خليه الله الله الله. ما ينفعش كلمة كده وخلاص بقى، يعني بتوجع لي قلبي. نكمل حاجة كده. وعشان انا بستعد لك عشان البرنامج. ده انا اللي بستعد يا استاذ. بس قولي بقى، احلام مغرورة فعلا؟ عشان انا كل الناس يقولوا احلام، انا مش شايفاها مغرورة، بس كل الناس يقولوا مغرورة مغرورة. لا احلام. ايوه ادينا اكتر، ادينا اكتر. لا عندها حته الصراحه والجرأه. هي واخده بوز الغرور. تخلي الناس عندها حته الجرأه. ايوه. والصراحه المتناهيه بحيث انه الناس يفتكروا انه ده غرور. عجبتني قوي الصراحه المتناميه دي يا استاذ محمد. شفت الصراحه المتناميه والجرأه. بس المتناهيه يعني في قمه الصراحه والجرأة. فلذلك يعني ده يعني يعني بيختلط على الناس احيانا انه ده غرور هو ولا اعتداد. يعني اصلا انا يحق لي اغتر. يحق لك تغتري؟ يعني انا عمري ما سمعت الفنان الكبير محمد عبده يكلم حد في التليفون. يا سلام يا سلام، وانا كمان والله العظيم معاكي. شايف؟ ذكيه. اغتر ولا لا يا ابو نوره؟ لازم تغتر. لازم تغتر. وبعدين من متى ما سويت لك اكل؟ من متى؟ انا عارفه ان انت مره كانت هتفوتك الطياره. اليومين تيجي وحشني اكلك امتى؟ على وقت السحور. الله يسعدك. الا ما لازم تيجي تتسحر عندي عاد. وما تجيش ان شاء الله. عايزه اسالك، انت مره كنت بتاكل عندها كبسه وكانت هتفوتك الطياره من كتر حلاوه الطبيخ بتاعها؟ وقول لهم في كم دقيقة. وخدتني على المطار في دقيقتين اللي كنا ناخذ. والله خدتك في دقيقتين؟ والله ونص ساعة الطريق يمكن 45 دقيقة. وباقي نص ساعة على طيارته.
في دقيقتين. قال لي احنا وصلنا، قلت له وصلنا تفضل. سوقتي بسرعه؟ اصلا انا بسوق يعني من قبل ال 200 ما بسوقش بالشارع. يعني من بعد ال 200 رقابه هقص الكلام ده احنا على الهوا. لا وهي اقل من 200 خلاص وتبت. انسان اقول لك هي المره ديك وتبت. تبت تاكل عندي ولا تبت اسوق فيك؟ لا تبت اركب معاها في العربيه. بس انا عرفت انها هي الوحيد اللي بتطبخ له بايدها لما يجي عندها في البيت الاستاذ محمد عبده، مش ده حقيقي؟ طبعا. شفت انا جايبه معلومات من جوه البيت عندكم. طبعا. استاذنا الكبير. لا هي ما شاء الله، هي ما شاء الله من بيت كريم جدا، وامها تطبخ احسن منها. طبعا. شكرا. استاذ محمد، احنا في انتظارك وفي احر الشوق اليك، وان شاء الله هنلتقيك في قناة 7 نجوم فعلا، وهيكون ليلة من ايام العمر. وشكرا لوقتك الجميل، وانت بوظت لنا نشرة الاخبار، بس اعتقد ان دي اجدع نشرة اخبار واحسن نشرة اخبار قدمناها من يوم ما ابتدينا البرنامج. استاذ محمد عبده. شكرا. استاذنا العظيم محمد عبده. شكرا يا استاذ محمد، الف شكر على اتصالك. العفو. شكرا يا حبيبي. العفو حبايبي، شكرا يا عيوني، الله يبارك فيك. انا فرحانه قوي انه كلمني. انا طايره اصلي دلوقتي، مش قاعده على الكرسي على فكره يا جمهور، انا مش قاعده على الكرسي دلوقتي، طايره. طايره. احنا طايرين من السعاده، وبما انك طايره من السعاده يعني احنا بتهيأ لنا يعني لازم تغني لنا حاجه من السعاده، من احساسك بالسعاده مع الاستاذ محمد. كلمنا كده. والله. يلا. قلبي بيرجف. قلبك بيرجف. تعالي نقعد هناك ونغني وبعدين نتكلم. طيب. يلا بينا، والى هنا تنتهي نشرة الاخبار الجامدة جدا جدا.